السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في لاشين ديالي. الناس اللي اول مره غادي يزوروا القناه ديالي ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. اليوم غادي نقدم لكم بقلاوه تركيه. خليكم مع المقادير. كنحتاجوا لاباط فيلو، عندي هنايا زبده دايبه، وكذلك البيستاج اللي غادي نطحنوه حتى يولي مهرمش. هاني رجعت لكم بعد ما طحنت البيستاج. من الاحسن ما تطحنوش البيستاج بزاف، خليوه يبقى مهرمش كيجي زوين في البقلاوه. يلا دابا غادي نبداو على بركه الله. بسم الله. غادي نجبد لاباط ديالي، غادي نحاول نحل لاباط غير بشويه، لحقاش هاد لاباط هادي دغيا كتقطع، كتكون رهيفه بزاف. حاولوا تتعاملوا معها غير بشويه. غادي نهز جوج ورقات كيف ما كتشوفوا، جوج ورقات غادي ناخذهم وغادي نجمع لاباط. نرد الورقه في الميكا باش ما تنشفش ليا. غادي ناخذ دوك جوج وريقات اللي خديت، غادي نفرشهم على سطح العمل. غادي نبدا ندهن الورقه كامله بالزبده. حاولوا ما تخليو حتى شي بلاصه ناشفه، حاولوا تلزقوا الورقه كامله بالزبده. ضروري خصكم تستعملوا هاد العصا. انا خديت غير العواد ديال الشوا ولويتهم بالسلوفان. غادي نوضع العصا ديالي، غادي نطوي الطويه الاولى، ودابا غادي نوضع بيستاج كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل. وغادي نلوي الورقه وغادي نكمل بنفس الطريقه. غادي نحاول نجمع الورقه، نكمشها شويه كيف ما كتشوفوا. هذه هي الطريقه اللي كندير انا، بحال هكا. غادي نوضع البقلاوه في اللاطه ديال الفرن، ودابا غادي نكمل بنفس الطريقه. خليكم معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. الا ما كانش عندكم متوفر البيستاج في الدار، تقدروا تعوضوا البيستاج باللوز او الكاوكاو، حتى هما كتجي فيهم بقلاوه زوينه. ماشي ضروري البنات البيستاج. من بعد ما كملت البنات البقلاوه، شوفوا شحال خرجت لي من حبه. المهم دابا غادي ندخلها للفرن ونتلاقاو من بعد ما نخرجها من الفرن ان شاء الله. انا خرجت البقلاوه من الفرن. شوفوا البنات، تحمرات، كتبان زوينه بزاف ولذيذه. دابا غادي نقطع البقلاوه ديالي طريفات صغار وغادي نوضع عليها العسل. غادي نسقي البقلاوه كلها بالعسل. العسل خصها تكون بارده البنات، لحقاش راه عندنا البقلاوه سخونه. من كتكون البقلاوه سخونه دغيا غادي تشرب داك العسل.
هذا هو التبصيل ديال التقديم. انا اختاريت هذا التبصيل هذا طويل، صراحه زوين بزاف وعز عليا كيعجبني. غادي نحاول نستفهم وحده حدا وحده. غادي نزوقهم بشويه ديال البيستاج من الفوق كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. كيجي الشكل ديالهم زوين وهائل. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال البقلاوه. شوفوا كي كتطلع رائعه وغزاله بزاف. ما تنساوش تجربوها، كتجيب مذاق هائل وزوين بزاف. الناس اللي اول مره غادي يزوروا القناه ديالي ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. وشكرا بزاف الناس اللي كتدعمني، شكرا لكم بزاف بزاف، كنشكركم والله من كل قلبي. وما تنساوش تبارطاجيو القناه ديالي مع الاصدقاء ديالكم باش ان شاء الله لاشين ديالي تكبروا يكونوا فيها لي زابوني بزاف ان شاء الله. يلا نخليكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله والى اللقاء.